يا رب يا مسهل الحال يا رب. ان واحده على المباشر اهي اهي الصلاه على النبي اهو يا جماعه اهو. خدنا كبسه سمك محترمه، سمكه نضيفه جدا، وكل اللي معانا انبسط وكل اللي معانا اتكيفوا، وده اهم حاجه في الرحله، ان كله ينبسط وكله يتكيف. اللهم صل على النبي. عم عادل واحده على المباشر اهي. ايه الجمال ده؟ الصلاه على النبي. يلا عم عادل اهو على المباشر. الله اكبر. بالجوز عم محمد ياسر. اللهم صل على النبي. عم محمد ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الله اكبر. صباحنا نادي بعون الله، منورين الدنيا والله العظيم. احلى 100 مسا عليكم. ويا ريت بقى يا جماعه لايك، اللقطه دي لازم لايك 100 100. اللهم صل على النبي. عم عادل العب يا بابا. السمكه هي لسه واخدها، هي راح احطها في العياشه. عم عادل استفتح اهو. اللهم صل على النبي. عم عادل السلام عليكم اخواتنا الصيادين اللي تملي مني ومن قلبي قريبين. احلى 100 مسا عليكم يا رجاله. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده الثلاث 11/7/2023. طبعا يا جماعه فيديو النهارده فيديو صيد ميه حلوه بالغله. بنصطادوا في ميه اسمها ميه السلاح، اخده من سيري غازي العمومي. طبعا الكلام ده بيحتاج ناس عارفه الاماكن وعارفه اللي انا بتكلم فيه ايه. ميه السلاح ديت في الخط اللي هو بعد السلطه طريق كفر الدوار، في ميه سيري غازي يبقى على شمالك. الخط يا جماعه عشان انت ما تتوهش نفسك، اي ميه اخده من سيري غازي الايام دي ان شاء الله تبقى واكله. عندك من اول العبيد لحد السلطه، ومن بعد السلطه لحد كفر الدوار اي ميه اخده من سيري غازي ان شاء الله تبقى واكله، ودي ميه السلاح. تمام. اعتقد في ناس ياما عارفاها، واللي ما يعرفهاش هيكلمني هبعت له اللوكيشن ان شاء الله. احنا النهارده جايين حوالي 8 او 9 تنفار، جاي مع خلاني وعمامي وناس كلها من دور ابهاتنا، ناس كلها ناس محترمه. اهم حاجه في المرمى في الميه ان انت تبقى في مرامي تقعد فيها. الميه هنا فيها 1000 مرمى، بحيث ان الناس عايزه تيجي تقعد بتاع هيجوا يقعدوا ان شاء الله بفضل الله. اللي عارف ميه السلاح يا جماعه يتوكل على الله. ويلا نشوف هو طريقه القرمه ونقول لكم هنعملوا ايه النهارده. النهارده اخواتي وحبايبي شغالين ببوصه 2 متر، شعر فوق 20 تحت 18، ريشه كده صغيره وزنتها اهي، وشغالين بالسنار التلاتة لطش. تمام. انا بحب اشتغل بالسنار الكبير دوت، والطعم غله والزفر غله ناشفه، والمرمى اهو قدام سيادتك، والميه كلها مرامي شبه بعض. اي مرمى مفتوح كده بيبقى كويس. تمام. وكل المرامي شبه بعض يا جماعه. احنا قاعدين في الباكيه الاولى، وهي الميه كلها واكله ان شاء الله. يعني نعمل في ربنا خير ان احنا نعمله فيديو كويس. ويلا بينا نجيب لكم حاجه على مباشر على طول. الصلاه على النبي يا جدعان. اول سمكه معانا اهي على وش عم محمد ياسر اهو الجميل. صباحك زي الورد يا عم محمد. ميه جميله ومرامي بالهبل. واللهم صل على النبي. ده كراوه يا جماعه. بصوا الصلاه على النبي. شوم يا جدعان. اول استفتاح في اول رمي، لسه الشمس ما طلعتش. وخليك معايا واللي جاي احلى واكبر بعونك يا رب. خليك معايا. برضو نبص بصه كده على المرامي. ده المرمى اللي انا قاعد فيه، ونمسوا بقى على خلاني وعمامي. عم محمد ياسر طبعا الشخصيات المحترمه اللي انا بعتز بيها في مقام والدي بالظبط. الله يكرمك حبيبي. انا اتشرفت بيك والله يا عم محمد النهارده. الله يكرمك على الطول. الله يكرمك. برضه زي ما حضراتكم شايفين القعده الملك الملوكي، والمرمى اهو. مرمى 100 100. مرمى جميل ان شاء الله. هيدور دلوقتي والسمك هياكل. خالي طبعا عادل هريدي غني عن التعريف. صباح الفل عليك حبيبي عم عادل. صباح الرضا عليك. منور الدنيا ان شاء الله. دلوقتي هنجيبك في سمكه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله يا حمو. برضه مرمى اهو بتاع عم عادل. وطول ما انت ماشي بقى على الميه كده، يعني انا كده جايب ايه الجنب اللي انا ماشي فيه، طول ما انت ماشي في مرامي. وده جاي معانا اهو طبعا حمو سمبل اخويا حبيبي. قشطه سمبل حبيبه سمبل. صباح عليك. برضه قاعد في مرمى اهو. فالميه يا جماعه كلها مرامي، يعني حتى بص بعد منه في مرمى فاضي. تمام. ولحد ما عينك تجيب مرامي، المرمى يستعمل حبايب 1000. يعني المكان لو في 1000 صياد هيجوا يصطادوا. واهم حاجه في الرحله يا جماعه المزاج. احنا بنيجي ميه حلوه عشان نستجم. اهم حاجه تبقى الميه نضيفه وسمكتها نضيفه، ما تكونش سمكه ناعمه زي اللي احنا فيها النهارده. ميه السلاح سمكه نضيفه. جنب منك جامع، حبيت تريح، حبيت تشطف، حبيت تخش الحمام،
واديك شايف اهو الناس بتصطاد وشجر جزورين والدنيا حلوه. اتمنى ان شاء الله نعمله فيديو حلو النهارده ان شاء الله. حبيبه سمبير منور الدنيا سمبير، احلى 100 مسا عليكم يا رجاله، وان شاء الله نجيب لكم حاجه على مباشر على طول. دلوقتي كده اخواتي وحبايبي هنوريكم طريقه الزفر ازاي تعمل مرايه بالغله. طبعا انا عملت مرايه اول ما جيت كانت لسه الدنيا ضلمه، فما رضيتش اصورها لك بحيث ان هي تبان معاك اكتر، فقلت لما اجي اعمل مرايه ثانيه هوريها لك. لان انت بتعمل مثلا ايه اول ما تيجي المرمى، طبعا دي مرمى يا جماعه مفتوحه في ميه حره زي ما انا قلت، ومؤكد عليك ان دي ميه حره مفتوحه لاي حد يخش يقعد في اي مرمى يعجبك تخش تقعد فيه. فاحنا جينا المرمى بتختار المرمى اللي بيعجبك وبتزفره. تمسك الغله الناشفه دي، غله ناشفه تمام، تمسك كبشه كده تيجي في الدور. بس اهم حاجه ان شاء الله تكون الرؤيه واضحه. الغله كده اهو، وترش كده ايه كده اهو. بصوا يا جماعه اهو، كبشه كده ايه وترش كده اهو. السمك بيجي على الغله. طبعا دي غله ناشفه عشان كده بترمي منها هنا، وبتمسك كده دوره كده بايدك كده اهو، تقوم جاي ايه كده انت زفرت المرمى بتاعك تمام بالغله الناشفه. دي التصفيره الثانيه، يعني احنا دلوقتي الساعه 11 كده ولا 12، فدي كده ايه تيجي على الظهريه تقوم جاي مزفر، وممكن تزفر في التمسيه اخر النهار. وخليك معايا وان شاء الله نجيب لكم حاجه على مباشر. وزي ما انت شفت كده الميه شغاله وحلوه ومسليه وميه حره مفتوحه للجميع، لا ممنوع ولا الكلام ده. وخليك معايا. بعد ما زفرنا المرمى يا جماعه طعمنا الغله اهو، وعايز ارمي رمي على مباشر عشان انت تعرف ترمي ازاي وتعمل ايه. انت شفت المرايه رميتها ازاي؟ ترمي جوه كده القرمه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وتسحبها لبره خالص. بصوا الريشه عامله ازاي نايمه على جنبها اهي. ان شاء الله كده نجيب لكم حاجه على مباشر يعني. بصوا الثانيه اهي، ماشي. يا رب تكون بانت في الكاميرا ان هي ايه راحت كده. بتخلي ريشه عايمه كده زي اللي على الشمال، وريشه غطسانه زي اللي على اليمين. الريشه العايمه دي مجرد ما تتعدل انت بترد. وان شاء الله نجيب لكم حاجه على مباشر دلوقتي، نقرا كده على مباشر. يا رب مسهل الحال، يا رب مسهل الحال يا رب. واحده على مباشر اهي. الصلاه على النبي اهو يا جماعه اهو. بصوا السمك اهو، الصلاه على النبي، اللهم صل على النبي اهو. نور يا عم علي، الله يكرمك يا عم علي. خليك معايا واللي جاي احلى واكبر. اهم حاجه تعرف تستفيد من الفيديو وتاخد المعلومه مظبوطه، وخليك معايا. طبعا احجام وسط واحجام صغيره وكفافي ميه مسليه جدا. بحاول اختصر معاكم في الفيديو يا جماعه قدر الامكان، بس هقول لكم السمك اللي هو الكبير، وان شاء الله في الاخر هوريكم الحصيله. يعني بص السمك برده ده شغال ورا بعض. السمك ده لسه اخدها حالا اهي. العبها بنت وريمه بنت، ايوه كده اهي لسه اخدها حالا. فبحب برضو ايه اعرفك ان مرمى شغال سمك كبير وصغير ووسط وكله. وان شاء الله في الاخر هبقى اوريك الحصيله. انا بحاول اختصر لك في الفيديو واجيب لك يعني ايه كام لقطه مباشره، وفي الاخر بقى هنصطاده واوريك الحصيله ان شاء الله. اخواتنا الصيادين الله كريم، الحمد لله رب العالمين. كده خلصنا صيد النهارده الثلاث 11/7/2023 في ميه طبعا في ابيز زي ما انا قلت. السلاح اي ميه واخده من سرغاز يا جماعه تاكل. الميه دي يا جماعه ولا هي سر حربي ولا هي ممنوعه. الميه ديت اي حد يجي يصطاد فيها عادي، فيها مرامي كتير، اللي هيجي فيها هينبسط. ويلا بينا نشوف الحصيله مع بعض. وكل اللي معانا انبسط وكل اللي معانا اتكيفوا، وده اهم حاجه في الرحله، ان كله ينبسط وكله يتكيف. اللهم صل على النبي. طبعا السمك مش باين. تعالى نفضوه كده حمى عشان يبان. اهو يا جماعه الصلاه على النبي. ثواني بس، ايوه الصلاه على النبي اهو. مالينا الجردل اهو. بص يا جماعه السمك، سمك حلو بالصلاه على النبي زي ما حضرتك شايف. السمك كله حي اهو. خدنا لنا برده صيده محترمه عشان ما نروحوش. بصوا يا جماعه ده ذكر. النتايه بتبقى بقاليص بيضه، ده اللي انا كنت بقول عليه. دي النتايه اهي وده الذكر. لو لسه مش لايك دوس لايك، واللي ما عملش اشتراك يشترك. وانتظرونا في فيديو جاي كتير. اخوكم محمد خالد صياد المغامر.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.